سيتم استهداف وضرب أحد الدول بالقنابل الجرثومية، كما سنشهد استخدام السلاح البيولوجي على عدة أهداف عسكرية ومدنية. أمراض وأوبئة جديدة ستقلق العالم وتغزو بعض الدول ما بين 24 وال25 و26، وسيظهر وباء قاتل وأخطر من كورونا وراه يغزو العالم، والضحايا للأسف كبيرة منشوفها من جراء الفيروسات. التكنولوجيا والطب والعلم سوف يتوصلون خلال السنوات القادمة إلى اختراع جهاز صغير يتم زرعه في جسم الإنسان، اللي أنا حكي عنه من 15 سنة، ورح أقول لأستاذ زياد الشامي تينزل الأرشيف اللي حكي عنه بال2012-2013 معكم بتاريخ يشهد. ومهمة في هذا في جسم الإنسان، ومهمة هذا الجهاز تصحيح وعلاج أغلب الأمراض عند بداية أعراضها وظهورها في جسم المريض، وسيقوم هذا الجهاز بحماية خلايا الجسم من الأضرار والأمراض الطارئة. يعني رح نكون قدام اختراع اسمه عالج جسمك بنفسك، وياما رح